مساءكم ورد. بما انه قرب العيد علينا فلازم نجيب لكم طريقة الكليتشة، طريقة مبسطة ونلقى سر نجاحها وقرمشتها نريدها تكون مقرمشة مثل الكعك. حوايب، هنا عندي 3 باكيتات زبد، باكيت قشطة، نص قلاص او ثلث نشا، ملعقة أكل ملح، قلاص شكر، قلاص حليب، خمرة، هيل مطحون، فانيلا، بيكنج باودر مريت. راح ندوب الزبد بالمايكرو وبعدها نرجع لكم. حبايب، الزبد ذوبناه. هنايا عندي دهن جنة استعملت، راح نخلي الزبد وكمية من الدهن نخليه بالتدريج، نضيف القشطة، نضيف كل المواد، بالاخير يلا نضيف الحليب. نخلي هاي المواد كلها ونخليها بالعجانة، بعدين يلا نجي نضيف الحليب ونعجنها عجنة معدلة. بعد ما عجنتها العجانة عجنة معدلة، العجينة مالتها تصير تخبل، احنا نجي نعطيها فد عجنة بسيطة بايدينا حتى نلمها ونلفها كيس نايلون ونغطيها ونتركها الى ان تختمر. طبعا ما احكي لكم العجينة تجنن وهي مبينة من شكلها كلش طرية وترفة جوا ايديني. راح نتركها الى ان تختمر، وبعد ما تختمر نرجع نشكلها وياكم. هاي الطريقة انصحكم انه تجربوها لان طريقة كلش حلوة وكلش مضبوطة، واعطيكم النجاح مالتها يعني 100%. جربوها راح تشوفون. بعد ما غلفناها بالكيس الحراري نتركها تختمر. هنا حضرنا الجوز، التمر، الحلقوم، بدينا نحشيها. أنا شوية سرعت لكم الفيديو، ما أريد يطول عليكم لأن ماكو وحدة من عندنا ما تعرف شلون تسوي الكليتشة وتحشيها، فكلش سهلة وبسيطة. بس هنا عندكم الجوز، أما تضيفوا له شوية شيرة، أما تضيفوا له شوية عسل. أنا ضفت له شوية هاي الشيش الجاهزة اللي بنكهة العسل، ضفت له. هنا يا حبايب بدينا نشكلها بهذا القالب، أو راح نسوي تشكيلة الحلقوم والتمر. هذه تكون كل سريعة، يعني أسهل بالكليجة. هسه هنا راح نسوي مثل ما قلت لكم الحلقوم والتمر، وبعدها تروح تدخل للفرن. قبل لا تدخل للفرن احنا عندنا بيضة وياها شوية خل ابيض، ندهن الكليتشة كلها بالفرشة، بعدها يلا ندخلها للفرن. ماشي حبيباتي؟ ارجع واقول لكم صدقوني سووا هاي الطريقة اللي سرها ترى هي النشا والقشطة، والسر الأساسي النشا ينطيها قرمشة قوية تصير نفس الكعك المقرمش، والقشطة تنطيها طراوة. فهذول الاثنين هم السر اللي دا يدخلون بالكليتشة مالتنا. هذول الاثنين استخدموهم واني مسؤولة. واللي تخرب كليتشتها خل تيجي انا اسويها، بس اهم شي على هاي الطريقة. بعد ما دهنا الوجه بالبيض دخلناها الفرن، وهاي النتيجة. باعوا لي، شوفوا لي اياها شلون تجنن، تذوب بين يديه وبنفس الوقت هي مقرمشة. شايفين هذا الكعك المقرمش بالمبروش؟ نفس الطريقة يعني نفس القرمشة هيك تطيكم.